7 آيات خلوني رائد أعمال ناجح وأشهر وأقوى ريل استيت اكسبرت في 2025. ولو عايز تبقى رائد أعمال ناجح في 2026 لازم تطبق اللي أقولك عليه ده. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الآية دي دفعتني للغنى وإن أنا أنجح، لأن بسببها بقيت أشوف الشيطان وأفعاله في كل مرة بشوف فيها الفقر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. من مين؟ من الله الحق. الآية دي خلتني أسعى واجتهد في حياتي وأبذل أقصى مجهود عندي، ومش مستني مكافآت من حد، لأن أنا عارف إن ربنا الحق هيجزيني. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. علمتني الآية دي إن أنا أركز على نفسي وإن أنا ما أتأثرش بفشلي ولا بضلال اللي حواليا. وآتيناه الحكم الصبية زي قصة سيدنا يحيى وكتير جدا من الرسل. خليك مؤمن دايما إن السن عمره ما كان عائق قدام إن أنت تبقى رائد أعمال ناجح أو حد مشهور ومعروف ومؤثر في المجال بتاعك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أؤمن إن أهل الذكر هم اللي وصلوا للي أنا عايز أوصل له من قبلي وسبقوني وبخطوات ومشيوا في طريق أنا عايز أمشي، فبطلب منهم المعلومة لأن هم أكتر ناس هتقدر تفيدني وتساعدني. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. خلتني الآية دي أفكر كتير جدا وراجع حساباتي إن القرآن الكريم مش مجرد كتاب دين، لا ده أسلوب حياة ومليان معادلات تقدر إن هي تساعدني وتفيدني في حياتي. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون ربهم. علمتني الآية دي إن أدمج القرآن الكريم في كل حاجة في حياتي حتى في الشغل، وأجل أي حاجة في حياتي حتى الشغل علشان خاطر إقامة الصلاة وإن أنا أذكر ربنا سبحانه وتعالى. ودي كانت الخطوات اللي خلتني أشهر ريل استيت ايجنت واكسبرت في مصر. شكرا.